سؤال والله وما اقصدش بيه اي حاجه خالص. هو قطاع الناشئين بتاع الزمالك ده شغال؟ يعني في ناس بتروح، شباب صغير كده بيروحوا يتمرنوا يعني، وعندهم اعمار مختلفه 2005 2006 2007 والكلام ده، ولا انا فاهم غلط؟ ما اصل مش معقول يبقى قطاع ناشئين زي ناشئين الزمالك ما فيهوش وينج واحد يوحد ربنا. يعني اللي يخليك تلعب بمصطفى شلبي كل ده، ونقعد نألف مركز لفتوح انك تلاعب فتوح جناح يمين. يعني هل مفيش ناشئ في القطاع كامل، قطاع كامل فيه مش اقل من 60 لعيب ولا 80 لعيب على مختلف اعمارهم؟ مفيش واحد، في واحد، انا بقول لك واحد بس، انا عايز واحد بس، واحد ينفع يبقى جناح، واحد بس. مش معقول يعني. الموضوع ده غريب يعني. ماشي مصطفى شلبي خلاص ولبسته قعدت بيه وخلاص مفيش مشاكل. زيزو بقى اللي مشي، مفيش حد يعوض مكانه. يعني مفيش حد بيعرف يلعب في الناحيه اللي تحت دي، الثلاثه اللي تحت دي مفيش خالص خالص. طب فرود، طب اي مصلحه. يعني قطاع الناشئين في الزمالك ده مش شغال خالص. الموضوع ده غريب قوي يعني. الموضوع ده انا هتجنن منه. يعني الزمالك زمان لما كان بيعطل في لعيب ولا حاجه، طلع لعيب من قطاع الناشئين يسد. وشفنا لعيبه كتير قوي طلعت بالمنظر ده. عمر جابر اللي هو كابتن الزمالك دلوقتي، ما هو طالع قطاع ناشئين. شيكابالا كابتن نادي الزمالك برضه، ما هو قطاع ناشئين. فايه الفكره ان قطاع كامل ما يبقاش فيه لعيب؟ مش فاهمها بصراحه. فممكن حد يجاوب عليا يقول لي هل القطاعات دي لسه شغاله ولا قفلت، عشان بس ابقى عارف.